ألف مبروك يا سعماد يا نحاس، الفوز على بتروجيت 3-2. بس ما تاخذنيش يعني، الأداء ما كانش اللي هو النهارده، وبتروجيت كانت تقدر تتعادل في أي وقت، بس ربنا سترها. بقول لك ايه يا عم انت؟ انا لسه بقول يا هادي، وده اول ماتش ليا. ما تقعدش بقى تقول اداء ومش اداء. اهم حاجه خدنا الثلاث نقط. انا دلوقتي زي المكنه الجديده، لسه بلين ومش همشي دلوقتي. لا يا سعماد، أنت لسه هتلين. ده بيراميدز راكب الصاروخ وطاير في أول الجدول من فوق. بس أحسن حاجة أنت عملتها النهارده إنك بتلعب بطريقة هجومية محترمة وبتجيب أهداف كتيرة. بس المشكلة بقى في الدفاع، عامل زي الشوربة. ده احنا ما حصلناش الشوربه كمان. احنا بالصلاه على النبي كده عايزين طقم خط دفاع كامل. ويا ريت ما يكونش مصري، يعني الماني، انجليزي، ايطالي، اي حاجه تكون فيها الروح كده. طب وليه تجيب من بلاد بره؟ ده انت لو جبت الونش مع حسام عبد المجيد على عمرو الجزار بتاع غزل المحله، هيبقى احلى خط دفاع فيك يا مصر. انا بس نفسي اعرف ايه اللي جاره لرامي ربيعي، مستواه بقى في النازل على طول. ده رامي ربيعه النهارده كان هيجيب لي جلطه. يعني تسبب في ضربه جزاء وفي نفس الوقت اتصاب. زي ما بيقولوا جه كحلها عماها. وكوكا التاني خلى اللاعب بتاع بتروجيت دخله هو والكوره جوه الجون. ده حتى اشرف داري اللي هو كويس شويه اتصاب وطلع. ولا الشناوي التاني في ضربه الجزاء الكره عدت من تحت ايده، وفي الاخر جاي يبص للكوره ويضحك. ده مرار وراكب جرار ويتوزن بالجنطار. لا، ما خلاص الشناوي شكرا كده يعذرني يوم زفافه. كده انا هلعب بشوبير اساسي. يا سلام. الله يرحم ايامي لما كنت في الدفاع. كنا بنلعب بالهمزه واللمزه احنا وحارس المرمى. ولا حد كان بيزعق في الملعب ولا يطلع له صوت. ده الشناوي جاب لي صمم في وداني من كتر الزعيق. ويا ريت الزعاج بتاعه نفع. بس الصراحه يا سعماد، انت عندك شويه لعيبه قدام من الاخر. يعني طاهر محمد طاهر وامام عاشور والسوليه ووسام ابو علي. بس خلي بالك، وسام ضيع اهداف كتيره النهارده. اه والله. ده احنا كنا نبقى فايزين النهارده 5-6 بالميت. انا مش عارف ايه اللي حصل للواد وسام ده. شكله اتحسد. ده في نص موسم بس خد هداف الدوري. ودلوقتي بقاله 4 شهور ما جابش غير جون واحد. ما تستعجلش عليه يا سعماد، يفوق دلوقتي ويرجع للتهديف. هو الواد جردشار اللي هو معلم بصحيح. الولا نزل في الدقيقه 61، راح جاب جون في الدقيقه 62. تقولش كان نادرها؟ صدق اللي قال. جردشيار بيطلع من بقه نار. انا بعد كده هنزل الواد جردشيار ده اساسي. وبعدين ابقى ابدله بوسام ابو علي لحد ما يظبط نفسه كده. ده كده يبقى عداك العيب وجزح. ايه، فين ايامك يا جد كولر؟ كنا دلوقتي نبقى متعادلين مع بتروجيت بالعافيه، وقاعدين نعمل حسابات للنقط اللي احنا عايزينها. ما خلاص بقى يا عم. كولر راح والنحاس حضر. يبقى اي فريق هيلعب الاهلي هيبقى في خطر.